السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو متداول يا جماعة على السوشيال ميديا. بيقول لك ايه؟ عودة مرتضى منصور. عودة مرتضى منصور يوم الخميس الساعة 6. تمام. الفيديو ده يا جماعة فيديو قديم. الفيديو ده من سنة 2021. الفيديو ده لما الوزير عزل استاذ مرتضى منصور وجابوا اللجنة الثلاثية، لو تفتكروا، اللي هي كابتن حسين لبيب وكان معاه 2 تانيين. الفيديو ده يا جماعة قديم جدا ومفيش اي حاجة من الكلام ده. اللي حاصل من ناحية مرتضى منصور ان مرتضى منصور والناس من اللي كانت في الانتخابات وما نجحتش، الناس دي عاملين قضية طعن على الانتخابات وعايزين يحلوا المجلس، واللي ماسك القضية الاستاذ مرتضى منصور. هو ده كل اللي يتعلق بالموضوع، لكن مفيش حكم، مفيش رجوع مرتضى منصور. هو ساعتها رجع بحكم محكمة فعلا، لكن ده فيديو قديم جدا وملوش اي شيء من الصحة. نبدأ اخبارنا بالاهلي. الاهلي النهاردة ان شاء الله الساعة 9 هيقابل ميدياما الغيني في استاد السلام قدام 15,000 اهلاوي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى التوفيق لكولر، مش للعيبة، لكولر، لان كولر هو اللي هيحط التشكيل. ان شاء الله الاهلي كل لاعيبته متميزين، بس محتاجين لمسة فنية، والتوفيق ان شاء الله يكون معانا ونكسب بنتيجة كويسة ان شاء الله. طبعا معلول مش جاهز، ورضا سليم مصاب، وبيقول لك موديست جاله شد بعد ما قال لك استنوا موديست، بيقول لك جاله شد في الخلفيه. كلام كتير. احنا بس التشكيل المتوقع اللي هو مفروض يلعب بيه كولر. ها، لو اي حد قلت له حط لي تشكيل الاهلي يحط تشكيل الاهلي، لان هو مش هيبعد عن الكلام اللي احنا هنقوله ده. في حراسه المرمى محمد الشناوي، عبد المنعم ورامي. في الطرفين هاني والدبيس. في وسط الملعب ديانج، مروان عطية، امام عاشور. قدام حسين الشحات وبيرسي تاو. وفي راس الحربة كهربا. هو ده التشكيل المماثل للنادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يكسب بنتيجة كويسة، لان شباب بولزداد غلب يانج افريكانز 3، فهو كده متصدر المجموعة. فالاهلي محتاج انه يكسب ويكسب بنتيجة كويسة، لان احنا عايزين نبعد عن تاني المجموعة ده، لان بيحطنا في صعوبات جامدة. احنا عايزين نبدأ اول المجموعة. ان بدأت اول المجموعة ان شاء الله تصعد اول مجموعة، تبدأ تاخد من تاني المجموعة. تمام. بيراميدز امبارح كسب مازيمبي 1-0. ماتش متواضع جدا. بيراميدز في الاعلام خارب الدنيا ان هو كسب، بس حقه ده كسب. بس التصريحات اللي بعد الماتش هي اللي مش. محمود فتح الله طالع بيقول لك نتمنى نقابل الاهلي في النهائي، وباتشيكو يقول لك انا عديت الدور الاول، انا اطمح في البطوله. ربنا يوفقكم، عشان في جمله في اخر اسمكم المصري، بيراميدز المصري. لكن غير كده احنا ما نتمنى لكوش اي نجاح، لان انتم ما بتتمنوش للاهلي اي نجاح. لكن اي حد يلعب في بطولة قارية وفي اخره كلمة مصر، لازم غصب عننا انتمائنا نقف وراه. والف مبروك لبيراميدز، واحنا اللي نتمنى ان احنا نقابلكم في النهائي. بس انا عايز افهمك يا فتح الله، هو انت فاكر لو قابلت الاهلي في النهائي هل انت هتكسب الاهلي؟ ما هو لسه دايس على وشك في الكاس وفي السوبر ورا بعض. فدي احلام، وربنا لانها احلام مشروعه، ربنا يوفقكم ان شاء الله وتستمروا باذن الله. قلنا يانج افريكانز ده، يانج افريكانز شباب بولزداد غلبوا 3 كده. شباب بولزداد عنده 3 نقط. ان شاء الله الاهلي يكسب النهارده يبقى عنده 3 نقط، وان شاء الله الاهلي يصعد اول مجموعه. هتفرق معانا كتير يا جماعه، لو صعدنا اول مجموعه هتفرق معانا كتير جدا. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، وربنا يهديك علينا يا كولر كده، والدنيا تبقى جميلة ويوم جميل، وان شاء الله الاهلي يكسب. نروح بقى لإنبي في صفقة اوفا. إنبي يعني لما الاهلي اتكلم على اوفا، ها،
هتلاقينا انبي عمال حاطط لك 3 مليون دولار. حتى مهيب عبد الهادي بيسأل الكابتن حسام حسن بيقول له انبي طالب 3 مليون دولار، هو احنا بنتعامل بالدولار؟ احنا بنتعامل بالعملة الأجنبية؟ قال له لا هو، فبيقول له سعره لي، قال له هو اخره 20 مليون. والله العظيم انت من بيت كرم يا كابتن حسام، والله ما يستاهل ال 20 مليون اللي انت بتقول عليهم. احنا بس اي لعيب في الدوري المصري يلعب ماتشين حلوين، هم يقولوا بس ايه الاهلي بيفاوضوا، تسمع ملايين الدولارات. وتيجي تقول لمسؤولي بيراميدز ليه 3 مليون دولار، يقول لك هو اصلك مفيش الانتقالات في يناير، وبعدين السعر حسب احتياجات النادي اللعيب. لا يا حبيبي احنا مش محتاجين، ده احنا المهاجمين عندنا بنرميها اهو، صلاح محسن هيروح مش عارف فين لا يا باشا، ده احنا نلعب رامي ربيعه قدامه هيجيب اجوان. الاهلي ما بتلويش دراعه بالطريقه دي ابدا ابدا. ومش الاهلي اللي يحط 3 مليون دولار في لاعب زي ده. على فكره اللاعب لو استاهل الاهلي يخلق الفلوس، الاهلي مش فقير. بس لا، الكلام ده مش مظبوط ولا يبت للمنطق بشيء. 3 مليون دولار ايه؟ مش هنقول الله يسامحه وربنا ينتقم منه، اللي خلى السعر في الكرة المصرية كده. كان يعني التصنيف الاول في اللعيبة او اعلى راتب كان بيبقى 5 مليون جنيه. من ساعة ما جه الغراب ده وغلى غلى اسعار اللعيبه، واحنا خلاص بقيت بقى زي السعوديه تشتري ب 3 مليون دولار و4 مليون دولار وكلام يعني. والزمالك ساعد في الكلام ده، لان الزمالك عشان الاهلي ما ياخدش لعيبه او عشان الاهلي ما ياخدش صفقات بقى يعرض على اللعيبه فلوس مهوله، وفي الاخر ما بياخدوهاش. ما زيزو معمول ب 50 مليون جنيه في السنه اهو، وما بياخدش فلوس. فين فلوسه؟ هو ليه وهياخد، بس فين؟ تعالى قول لي تاريخ زيزو، قول لي احسن جون زيزو جابه في المنتخب ايه؟ فيش بخ. انا ما افتكرلوش الا الكره اللي حطها في السما في نهائي كاس العالم اللي طلعتنا في نهائي كاس افريقيا اللي طلعتنا من البطوله قدام السنغال. هو وراه صلاح والاثنين حطوها في المدرجات، كان حد بيشاور لهم فوق. لكن تعالى تلاقي سيسي يقول لك اجمل جون جابه مثلا في انبي، جابوا جون في غزل المحله. هات لي جون كده قاري في المنتخب في بطوله افريقيا. بطولاتك القاريه ايه؟ احنا مش بنهاجم زيزو، احنا بنتكلم بس عن الناس اللي هي المطبلاتيه، اللي كل ما تيجي زيزو احسن لاعب في مصر. طب ما تعد لي بطولاته، عد لي ايه الانتاج اللي هو انتجه في الدوري المصري يخليه احسن لاعب في مصر. مش كل ده بيترتب على الارقام؟ مش بيقول لك صلاح جاب كام في الدوري الانجليزي وعايز يكسر ارقام فلان وعايز يعمل ارقام علان وعايز يعمل كذا. راجل بيكسر ارقام لنفسه، بيعمل لنفسه سي في. انت السي في بتاعك ايه؟ ضربات الجزاء معروف ومحمد عادل وكل حكام الاحتواء، هم دول السي في بتاعه. هوب ضرب الجزاء حط الجون، زيزو ده هداف الدوري المصري. يا جماعه الكوره مش كده، لا الكوره كده ولا الدوري كده. الكوره تعب وعرق، وكل ما هتتعب ربنا هيجازيك خير. احنا ما بنسقطش على زيزو، زيزو لعيب كويس، بس الاعلام مديله اكبر من حجمه، مديله حاجات مش فيه. يعني يلقبوا واحد بالاسطوره وهو مش عارف اسطوره ايه، اسطوره بتاعت محمد رمضان ده ولا اسطوره ايه؟ ما تعرفش. بكره هيطلعوا لعيب يسموه برضو جعفر العمده. فانت ما تعرفش الكرة في مصر بتدار ازاي، والاعلام في مصر بيدار ازاي. الاهلي يغلب في السله يقول لك هي الست اكبر من ال14. الاهلي ياخد درع كاس القرن يقول لك هي التسعه الاكبر ولا السبعه. ناس ليها مقاييس، بس هي شغلها تهاجم الاهلي. ازاي الاهلي ينجح؟ ازاي
هو ده شغل الاعلام الزملكاوي والاعلام المصري واتحاد الكوره، كله دلوقتي بقى ماشي بمنهج ازاي نعطل الاهلي، ازاي نعطل الاهلي. والدليل على كده ميعاد كاس السوبر اللي حطوه في ابو ظبي، حاطين ميعاد كاس السوبر يتعارض مع كاس العالم للانديه. مش يتعارض بقى، هم حاطين ماتشات كاس السوبر، يعني الماتش مع الاتحاد ان احنا هنروح نلاعب اتحاد جده هنتغلب وهنخرج. خليها يحصل كده، وان شاء الله مش هيحصل ومحدش هيشمت في الاهلي. خليها يحصل كده. انت ازاي تحط الماتش ده جنب ده؟ يعني انت بتحط يعني الاهلي لو غلب اتحاد جده وكمل، انت بقى هتروح تأجل كاس السوبر؟ طب ما تحط مواعيد مظبوطه بالنسبه للمطوشه اللي قدامك والجدول اللي قدامك، سواء اجنده دوليه او محليه، وحط المواعيد مظبوطه. لكن انت رايح تحط لي البطوله بتاعت كاس السوبر على اساس ان الاهلي يلاعب اتحاد جده يتغلب فيجي يلعب كاس السوبر ويكمل بقى، خلاص مش هيكمل في كاس العالم للانديه. فهي دي يا جماعه الكوره بتدار في بلدنا كده، الكوره بتدار في بلدنا كده. ليه؟ لان احنا ما عندناش اتحاد يتكلم باسم الانديه، ما عندناش اتحاد يقول لا انا عندي الفريق ده عنده مطوشه في كاس العالم، عنده مطوشه في بطوله قاريه، عنده في كاس مش عارف ايه جديده، كاس مش عارف ايه دي بكره هيطلع كاس مش عارف ايه. فهي منظومه كل تصنيعها ومنتجها حرب الاهلي، حرب الاهلي، وازاي نوقع الاهلي. خلي الاهلي يجري على صفقه كله يجري عليها حتى لو مش هياخدها، هو بيروح بس عشان يرفع السعر، شغل استنزاف. حتى لو مش هياخد الصفقه يروح عشان يرفع السعر. وديكوا شفتوا اقرب حاجه لما الاهلي قال انا عايز محمد حمدي اتجدد له 3 سنين وعقده محدش قال عليه بكام، لان عقده هيبقى مفاجأة، بس هيجي وقت هتبص تلاقيه اتسرب. عقد محمد حمدي هيبقى تخطى عقد زيزو، لان لولا كده ما كانش محمد حمدي مضى. محمد حمدي قال لك انا بلعب واخد وضعي في النادي، وحطوا له لوكشة فلوس فالراجل مضى عادي يعني. وده حقه وده حق بيراميدز، احنا بنجيش على حد، بس هو ده كل يعني ايه، يعني اي حاجه الاهلي عايزها هتلاقي الكل ينط فيها. رخر الاهلي 90% من صفقاته تلاقيه بيعملها في الكتمان عشان الناس اللي زي دي. ان شاء الله النهارده الماتش ربنا يوفق الاهلي، وان شاء الله الاهلي يكسب بنتيجه كويسه ويتصدر المجموعه باذن الله. بكره ماتش الزمالك وابو سليم الليبي، والامن وافق له على 30,000 متفرج، ووافق للاهلي على 15,000 متفرج، واحنا مش هنقول الله لا تعليق. شكرا لكم يا جماعه، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. السلام عليكم.